اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل معاكم كيكه بالبرتقال جميله جدا، ان شاء الله تعجبكم. الشتا بقى والبرتقال وكده، قلنا نستغله في اي حاجه وندخله للولاد في اي حاجه ياكلوها. فيتامين سي بقى وبيحمينا من البرد والكلام ده. بس فجبت كوبايه سكر، واللي عاوز يحط كوبايه وربع ماشي تمام. بس انا مش بحب الحاجه مسكره، فبستكفى بكوبايه سكر وعليها كوبايه الا ربع زيت، واشغل عليهم الخلاط لحد ما السكر يدوب معانا خالص كده والخليط يبقى ناعم. بس بضيف عليه 3 بيضات وكوبايه ونص برتقال. انا عصرت برتقال، حطيت كوبايه ونص بس. وجبت بشر برتقال، بشرت اللي هو الاصفر اللي من بره، خلي بالكوا عشان الابيض دون هو اللي بيعمل مراره. انا بشرت الاصفر كده على الخفيف بتاع معلقه كبيره كده، وحطيتها رشه فانيليا ورشه خل صغيره، وشغلت عليهم الخلاط لحد كده الخليط كله ما يدوب مع بعضه. وجبت كوبايتين ونص دقيق تمام، عليهم كيس كيك شيف ومعلقتين نشا ورشة ملح، وقلبتهم كلهم مع بعض كده. النشا حلوة في الكيك، بتخلي الكيكة خفيفة كده وهشة وحلوة، والخل برضو بيخلي لون الكيك فاتح كده وجميل. بس هقلب كله مع بعضه واحط الخليط بقى واقلبه. ما شاء الله يعني المقدار ده مظبوط جدا يا جماعة، يعني هيطلع معاكم ان شاء الله مظبوط بالظبط يعني. بس جبت، بس ما شاء الله الخليط جميل. جبت الكب كيك وعملته، حطيت فيه، هو يا دوب اجيب معايا في الكب كيك والستة، وفي الصينية الصغيرة مقدار كويس يعني حلو بصراحة. بس هفضي بقى المقدار الباقي ده كله في قلب الصينية. بس هدك بقى الصينية معايا كده عشان لو جوا اي هوا ولا اي حاجة تطلع. وما شاء الله اللهم بارك، طلعت لونها جميلة اصفر قوي كده عشان خاطر البرتقال طبعا. انا سقيتها، فتحتها كده غرستها بالسكينة وسقيتها بالبرتقال، ده اختياري يا جماعة، اللي عايز يسقيها يسقيها، اللي مش عاوز براحته. انا عملت الكب كيك كان نفسي اصوره لكم، بس ولادي ما شاء الله كلوا بألف هنا.